بحضراتكم في البداية. طبعا احنا في قرية المشرقية المشرق القبلية بمركز يوسف الصديق، اللي تلقت النهارده خبر وفاة فضيلة الشيخ عبد الله كامل ابن محافظة الفيوم ابن مركز يوسف الصديق. احنا امام المسجد طبعا، اللي كان دايما بيبقى حريص الشيخ عبد الله ان هو يصلي فيه مجرد نزوله هنا. طبعا حالة من الحزن هنا داخل قرية المشرق القبلية بيوسف الصديق لوفاة فضيلة الشيخ عبد الله كامل، اللي توفى النهارده اثر ازمة قلبية فجر اليوم في الولايات المتحدة الامريكية. طبعا ده المسجد تحديدا مجرد نزوله هنا الى القرية كان بيبقى حريص ان هو يصلي في هذا المسجد. نتكلم مع حضرتك كده، تعرفنا بحضرتك كده الاول. عبد الحكيم مصطفى الصايم. عبد الحكيم مصطفى الصايم احد جيران الشيخ عبد الله. ده ابن عمي يعني. ابن عم حضرتك. البقاء لله. بتقول لي كان بيبقى حريص هنا يبقى موجود هنا. حريص هنا، وكان اتربى من 3 سنوات كان بيبقى في المسجد. يمكن تعاون كتير قوي في بناء المسجد، خيراته معروفه هنا في البلد. احنا فقدنا عالم جليل يعني، مش قادر اتخيل ان الوطن العربي والاسلامي جميعا فقدوا فضيله يعني الشيخ عبد الله. الامه الاسلاميه يعتبر اولا الشيخ عبد الله في وصفه اخلاق، احترام، داعيه، كان يحب الخير. اي مشاكل في القريه كان بيتقدم ليها، بيتعامل مع الناس بنوع التواضع والاخويه سليم. كان دائما يعني ينتمي للبلد، ينتمي لحب البلد، وكان يكره اي مشاكل. كان دايما يحب مصر، دايما يدعي للوطنيه، دايما يعني ما كانش له اي ميول سياسيه لاي لا، هو كان راجل علم ودين، كان راجل علم بس فقط لا غير. تعودنا عليه على المصداقيه، وكان داعيه. كان بيجي هنا يعني في المناسبات، لان كان كله بره سفر بره، كان دايما على طول. كنا بنستفاد، اهل القريه كانوا بيستفادوا منه كتير جدا 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 جدا. انت ابن عمه بقى، ذكرياتك مع ايه؟ ذكرياتي اني نشأ وهو صغير، طبعا كان ضرير سليم فقد البصر. اجتهد، كان دايما معتمد على نفسه، كان معتمد على نفسه في القرآن، في حفظ القرآن. كان بيسافر من هنا، كان في المواصلات كانت صعبة بالنسبة للقرية. كان بيسافر الفيوم سليم في المدرسة اللي هي تخص مدرسة المكففين. ايوه المكففين سليم. كان والدته قامت بدور كبير، كانت بتروح توصل والده سليم، وفضل يكافح لحد ما اني وصل، لان كان له ابن عم اسمه الشيخ احمد، ابن عم احمد عبد المعز. يمكن الناس اللي هم عارفينه في محافظة الفيوم كان بنفس الدرجة، فكان واخد هذا المنهج بتاع الدكتور أحمد عبد المعز. شكرا لحضرتك. احنا كنا مع ابن عم الشيخ عبد الله كامل هنا. طبعا الشيخ عبد الله يتم دفنه غدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وإقامة صلاة الغائب عليه هنا في قريته. شكرا لحضراتكم.